الله يبين فيقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والتدبر عند هذه الآيات والتوقف عندها يعطيك نهاية محتمة وأمرا مقطوعا به: ألا قيمة لهذه الدنيا عند الله، أن الله يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ولولا مخافة اجتماع الناس جميعا على ملة واحدة وهي الكفر، لولا مخافة أن يكفر الناس جميعا لشدة فتنة الدنيا في قلوبهم، لولا هذه الخصلة رحمة بهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. لكان مجرد الكفر بالرحمن، مجرد أن يعلن الإنسان أنه كفر بالرحمن، ثروة وغنى لا حد له. مجرد أن يعلن إنسان أنه كفرت بالرحمن، تعال كفرت بالرحمن، خذ هذه الذهب وهذه الفضة، لا تقتنيها فتجعلها في صندوقك في البيت، لا، ابن منها بيتك. انظر إلى هذا: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، ليس من طين وحجر لا، من فضة، ومعارج سلالم مصاعد عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا، سرر يتكئون عليها كعادة الملوك والأثرياء كل هذا ثمن لماذا؟ ثمن للكفر. كفرت، خذ هذا أقول له. فربنا يقول: رحمة بكم ما فعلنا هذا، وإلا هذا استحقاق الدنيا منا، يعني استحقاق هذه الدنيا منا، أنها تستحق منا أن نجعلها ثوابا للكفر. أي واحد يكفر: تعال كفرت، خذ هذا الذهب وهذه الفضة. وليس هذا فقط، بل وزخرفا وكنزا عظيما من المال. ثم ختمها بقوله: وإن كل ذلك، ما كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي وكل ذلك لمتاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.